السلام عليكم. معاكم إلياس وجبت لكم أول فيديو في القناة. غادي نعيشوا مع بعض قصص مشوقة وأفكار غريبة. إلا بغيتوا تكتشفوا كل جديد ديروا لايك وسبسكرايب، وإلا شفت الدعم ديالكم راه غادي نستمر. أي دابا نبداو في القصة. المهم هذه راه قصة واحد حقيقية. الشاب سميتو ياسر ساكن في حي شعبي في الدار البيضاء. كان ديما كيحلم يبدل حياته ويعاون والديه اللي تعبوا عليه. كل اخر كيقوم بكري كيقرا ويتعلم من الانترنت كيفاش ينجح في الحياه. الناس كانوا كيضحكوا عليه ويقولوا مستحيل توصل، ولكن هو ما استسلمش. دازوا الشهور وبدا يخدم في مشروع صغير ديالو حتى نجح. في نهار من النهارات شرا هديه كبيره لمو وباباه وقال ليهم الصبر والعمل كيحققوا الاحلام. ومن ذاك النهار تبدلات حياته وبدا كيعاون حتى الناس اللي بحاله. ومن بعد النجاح ديالو ولا ياسر معروف في الحومه ديالو. الشباب الصغار ولاو كيجيو لعندو باش ياخذوا النصيحه ويتعلموا من تا ديالو. ياسر ما تبدلش وبقى متواضع بحال الاول، وديما كيقول اي واحد يقدر ينجح الا امن براسو وخدم بجد. واحد حتى النهار قرر يفتح مشروع اكبر باش يخدم معاه شباب الحومه ويعاونهم يلقاو خدمه. وبفضل هذه الفكره تبدلات حياه بزاف ديال فهاد الناس، ولات الحومه كامله كتفتخر به وكتحكي قصه النجاح ديالو لاي واحد فقد الامل. ومن بعد سنوات دازو المشروع ديال ياسر كبر اكثر واكثر، ولات عنده شركه صغيره معروفه في الحومه وحتى برا منها. الشباب اللي خدموا معاه تعلموا بزاف ولاو حتى هما ناجحين في حياتهم. ياسر بقى ديما كيتفكر الايام الصعاب اللي داز منها وكيحمد الله على باش وصل ليها. فواحد النهار دار لقاء صغير مع شباب الحومه وقال لهم الحلم ماشي صعيب، الصعيب هو انك ما تحاولش. كلامه اعطى الامل للناس بزاف، ولا تقصوا مثال ديال الصبر والعمل. وهكا بقى يدير الجيه كيبدا بخطوه صغيره وايمان كبير بالنفس.